تم توقيف رجل الأعمال اليهودي المغربي جوناثان هاروش مالك مجموعة سيتي كلوب وسط فندق مشهور. وذكرت مصادر إعلامية أن عناصر الشرطة القضائية لأمن الدار البيضاء أوقفت رجل الأعمال المغربي جوناثان هاروش داخل أحد الفنادق بالعاصمة الاقتصادية وبحوزته كمية من مخدر الكوكايين. وأوضحت ذات المصادر بأنه تم توقيف هاروش أثناء وجوده مع شابتين، حيث تم العثور على 2.5 جرام من الكوكايين بحوزته. وجاء هذا التوقيف في إطار إجراءات قانونية مرتبطة بمذكرات بحث صادرة بحقه تتعلق بإصداره شيكات بدون رصيد تقدر قيمتها بملايين الدراهم. كما أشارت المصادر إلى أن الموقوف الذي يمتلك سلسلة النوادي الرياضية سيتي كلوب يؤكد توفره على تنازلات بخصوص الشيكات محل التوقيف، إلا أنه لم يقم بتقديمها بعد للجهات المختصة.